عاد مين قدم المغاربة؟ مين قدم؟ مدرب منتخب الأردن كابتن جمال السلامي هو مدرب مغربي يقابل منتخب بلده على النهائي. يعني تخيل ايش شعور المغاربة بهذا يعني هذا الفجر الجديد لكرة القدم المغربية. كرة القدم المغربية المنتخب الأول هذا منتخب عالمي، انساه، هذا موضوع ثاني. أصبح عندهم قدرة يطلعون أجيال جديدة ومنتخبات 2 و3 و4 و5. عموما نرحب بضيوف حلقتنا اليوم الأستاذ عبد الله فلاتة والكابتن إبراهيم العنقري والأستاذ محمد الشيخ وزميل أستاذ عماد السالمي، ومعنا في الجانب التحكيمي الكابتن محمد فودة والكابتن سمير عثمان. نتائج اليوم في نصف نهائي كأس العرب: المغرب يفوز على الإمارات 3-0 والأردن يفوز على السعودية 1-0. هذه كرة عالية تمر وراسية، يا عبد الرزاق، الله 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 الله، والكرة هدف للمغرب. المباراة النهائية يوم الخميس المقبل في الدوحة، تلتقي الأردن مع المغرب في الساعة 7 مساء، ومباراة التحديد المركزين، المركز الثالث السعودية مع الإمارات. محمد الشيخ، هارد لك. هارد لك ابو بدر، هارد لك للجميع، لكل مشجعي المنتخب السعودي والشعب السعودي بشكل عام. خيبة امل جديدة يا ابو بدر، خيبة امل. احنا عشنا اساسا على الامل ولم نعش على القناعة. احنا في الحلقات الماضية كنا نقول ان رينارد تأخر إعفائه، كنا نقول المفروض بعد الملحق، احنا كنا مضطرين نجيبه لظروف إقالة مانشيني المتأخرة بعد، يعني مش الآن احنا نتكلم ردة فعل، ما نتكلم ردة فعل. واحنا في البطولة كنا نقول رينارد عنده مشاكل كبيرة وكان يفترض أن لا يكون مع المنتخب. عندنا مشكلة في اختيار العناصر، في تبديل العناصر، في اختيار التشكيلة، في رسم هوية، في وضع أسلوب، في رسم تكتيك. كل هذا ما عند رينارد. صحيح لا نملك جل اللاعبين بذات الجودة اللي احنا نتمناها، ولكن في المقابل بما نملك من لاعبين، انت أسوأ ما في المنظومة يا سيد رينارد، أسوأ ما في المنظومة، لأن رحنا معاك كاس الخليج. ما رحنا معاك احنا كاس العالم، احنا ورحنا معاك كاس الخليج. ايش طلعنا معاك في كاس الخليج؟ ودعنا على يد عمان من نصف النهائي. جينا معاك إلى كاس العرب. كاس العرب إما خليجيين مثل عمان وفزنا، أو فرق بالصف الثاني بالرديف مثل جزر القمر وفزنا عليه، والمغرب بالرديف هزمنا. واليوم الأردن ينقص 6 لاعبين، 5 محترفين خارج الأردن ويزن النعمات بالإصابة. 6 لاعبين من منظومة منتخب الأردن. تفوق عليك فنيا، تفوق عليك بدنيا، تفوق عليك بالنتيجة. بالتالي احنا ما نتكلم عن ردة فعل، لكن هل احنا بس فقط نقول رينارد وتنحل المشكلة؟ لا, لا. احنا عندنا يا ابو بدر مشكلة جذرية، نعرف عندنا مشكلة جذرية. هذه المشكلة الجذرية مع احترامي الشديد للجميع تبدأ مع الاتحاد السعودي. يا الاتحاد السعودي 7 سنوات اليوم تقدمنا خطوة وترجعنا 5. شلون؟ انت اليوم انا ما بقارنك لا 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 لا، ما بقارنك باليابان، يعني انا حظلمك وحظلم اليابان الفريق، ولا بكوريا اللي انتم دائما تضربون مثل بكوريا ان كوريا ما حقق نتائج من 40 سنة. فاحنا لا لا لا، كوريا تصنيف الدولي 22، تصنيفك 60. انت تتقارن مع كوريا بايش؟ لا، انا بقارنك مع منتخب اوزبكستان. اوزبكستان اللي منتخبات الشباب والناشئين يتفوقون آسيويا ويروحون كاس العالم وياخذون بطولة. هو في الترتيب 50 على مستوى، انت 60. قطر 51 ومحقق قاريتين، انت 60 وتطلع لي في الفترتين الاخيرتين او البطولات الاخيرتين من اول دور ثاني، من دور ال 16. هذه مشكلتنا على المستوى التأسيسي، على المستوى الهيكلي، على المستوى الخططي المنهجي. ثم ناتي على مستوى المدرب. جبت لي مانشيني، الاختيار كان غير جيد، والتأخر في الإعفاء انبح صوتنا، لا لا مانشيني ما عاد ينفعنا، مانشيني ما عاد ينفعنا. لما أقلته كنا محدودين،
انا واحد من الناس قلت يا طيب. سعد الشهري نعم. يا رينارد ليش؟ أسرع. تحت سياسه الامر الواقع، الوقت ضيق. لكن بعد كذا المفروض نقول له شكرا، رحت جبت لي رينارد واستمريت عليه. يعني اليوم رينارد في المؤتمر الصحفي ايش كان يقول؟ على اللاعبين السعوديين يستشعرون قيمه ان تلعب مع منتخب الوطن. هي هذه فقط، هم يستشعرون، لعيبتنا اعرف طيب. انهم يستشعرون. طيب. بس الموضوع مش فقط استشعار، طيب خلي تكتيك ومنهجيه وعمل فني. احنا نفتقد كل هذا، وبالتالي كل يوم نتاخر فيه عن اقاله رينارد وعن تعديل وضع الفريق واختيارات الجيده للمنتخب. كل ما ندخل في نفق اكثر ظلاما مما احنا فيه الان. شكراً. ويا خوفي شكراً. احنا رايحين شكراً. كاس العالم، وهنا الخوف اكبر واكبر واكبر. شكرا لك. طيب خلينا نذكر بس المشاهدين انه اخر بطولة حققها المنتخب السعودي كانت كأس الخليج 2003 قبل 22 سنة. تخيل معاي الذي ولد في هذا اليوم الآن خلص جامعة ويمكن بدأ توظف يعني بدأ لقى عمل أو يدور عمل. يعني تخيل، شوف الفجوة التاريخية عشان لا يجي أحد يقول هي بس لو نعدل. الموضوع كله فيه مشكلة، كله فيه مشكلة السيستم كله يبغى له إعادة نظر. أستاذ عبد الله فلاتة. طبعا يوم حزين للكرة السعودية، يا ماشي في درب الزلق ما تيمن الطيحة. انت اصلا واضح انه منتخبك ماشي بالبركة في كافة المباريات الماضية، وانت عندك اتحاد لا يملك قرار ولا يصنع قرار. ودائما وابدا انا استلهم من كلامك يا بدر انه لا للمسكنات، لا للحلول التقليدية، لا للحلول الكلاسيكية، يجب انه يكون في حل غير عادي عشان يعيد هيبة الكرة السعودية. والقرار بيد مين اذا كان مو بيد الاتحاد؟ انا ماني شايف الاتحاد ده، انت شفت منه قرار ايجابي يصدر؟ وشايف منه حاجة؟ ولا اني شايف ولا شيء، كله كده مع فكل اسف يعني بكل اسف يجب انه يكون بالفعل تكون في وقفه. انا لما اتابع الشوط الاول المنتخب الاردني تارك لك الملعب وبيلعب على اخطائك، وانت قاعد تسيطر سيطره سلبيه. مليون مره هنا الحديث مصعب الجوير، الزملاء الفنيين عماد والعنقري وكلنا جميعا، مصعب الجوير لاعب ممكن يقدم لك تمريرات ذهبيه في ارض الملعب، حتى لو ما بدا تبو من شفت طريقه اللعب في الشوط الاول تقحمه في ارض الملعب عشان يديك التمريرات. شفناه يمرر لصالح الشيري فاقد حساسيه، تغييراتك خاطئه. انت خروجك للبريكان يعني قدمت خسارتها لا ما تخرج البريكان ودخلت اللاعب، والحمدان شاركته هذا لاعب بعيد، صالح الشهري فاقد للحساسيه. تغييراتك اليوم اقتنعت انه بوشل سحبته وجبت ابو الشامات في اخر مباراه، وبوشل لا يلام لانه لا يلام المرء بعد اجتهاده، مش اللاعب اللي هو قاعد انت تراهن عليه طوال الفتره الماضيه. يعني انت تتابع المنتخب كل المباريات اخطاء للمدرب، هو يفوز هو ينتصر هو غير مقنع، فالخساره وارده في كل الاحوال. لكن انت كان عندك يعني لا تبالغ في قوه المنتخب الاردني. مبروك للاشقاء في الاردن واتمنى لهم التوفيق مع الاخوان في المغرب. اليوم مدرب مغربي، هذه المغرب اللي كنت تدربها انت وحققت معها الانجاز 2019 على ما اعتقد يا ريناد. اليوم درسك كيف التدريب، ترك لك الملعب وترك لك استنزفك في الشوط الاول، خلاك تلعب السيطره السلبيه دي اللي انا ما احبها نهائيا، وجاك في الشوط الثاني اجهز عليك واخطائك وارده، والعرضيه دي سلام تدخل في المنتخب على طول. الكرات العرضيه مشكله ازليه في المنتخب، لم يجد لها المدرب حل ولا توجد لها اي حلول. اخطاء بالجمله من بدايه البطوله. المدرب من بدايه البطوله هو يسجل الخطا تلو الاخر لحد ما جات الطامه الكبرى اليوم باخطاء المتتاليه، اخطا في التشكيل الاساسي، اخطا في التغييرات، خروج اللاعبين ودخول بعض اللاعبين، سلم المباراه في نهايتها وقدم خسارتها بكل اسف. وانا حسب معرفتي باتحاد الكره ليس صاحب قرار ولا انه يقيل ريناد. هذا ريناد اللي راح يسوق نفسه، لا احد يبرر لي سفرته لامريكا، لا راح يسوق نفسه هناك عشان لما يقول المنتخب السعودي تيجي الكاميرات عليه، لما نحن نشيله تيجي تنهال العقود عليه. دي ناس تفكر للشغل، تفكر للبزنس، تفكر للفلوس، والله ما هي فارقه معاه تشيله ولا تخليه. انا لما اشوفه بدا الشكل باللا منطق اللي هو عايشه والتدريبات واللا واقعيه اللي انا اشوفها في ارض الملعب، لا تشكيله، لا تغييرات، لا تعامل مع المباريات، لا حضور حتى مباريات يتركها ويسافر الى اخره. يتحمل اتحاد الكره ويتحمل اتحاد الكره انه ضعيف امام المدرب.
المدرب ده ومن قبله مانشيني يوم ترك المنتخب. اتحاد الكره يجب انه يتحمل بمسؤولياته ويكون اتحاد الكره يا استاذ ياسر المسعر، اتحاد الكره يجب انه يكون صاحب قرار. والله اني حزين على الجماهير السعوديه، الا ملت الدوحه وملت سوق واقف، افراح وهازيج والى اخره، وفي النهايه منتخب متواضع الامكانيات، منتخب لا يمثل الكره السعوديه. انا ترى ما الوم اللاعبين، اللاعب ما لعب نفسه، المدرب كان يفترض عنده منظومه تقدم افضل من كده، كان عنده منظومه تقدر تفوز على منتخب الاردن. المنتخب الاردني انا ما شفت في شيء مخيف الصراحه، باحترامي وتقديري للكره الاردنيه وتطورها، كان بالامكان المنتخب السعودي انه يفوز لو لعب بالادوات الافضل في ارض الملعب. ترى كان الفوز متاح، ما اقول سهل لكن كان متاح ومتاح جدا. طيب